عمرك سألت نفسك ازاي عرفنا تاريخنا المصري القديم؟ طيب ازاي احنا متأكدين من كل المكتوب في كتب التاريخ من ترتيب الأسرات وأسماء الملوك والأحداث وغيرها؟ عندنا 3 مصادر رئيسية لمعرفة تاريخ مصر القديم. أول حاجة الآثار اللي عندنا زي المعابد والمقابر والمسلات والتوابيت. تاني حاجة القوائم الملكية، ودي سجلت تسلسل الملوك وعددهم خلال التاريخ الفرعوني، وكمان سجلت فترات حكمهم وأهم الأحداث اللي حصلت في عصرهم زي حجر باليرمو وقائمة الكرنك وقائمة أبيدوس وقائمة سقارة وبردية تورين، ودول أهم ميزة فيهم تقسيمها للتاريخ وتقسيمها للملوك في مجموعات. أما المصدر الثالث هو نصوص الأنساب، ودي سردت أسماء الملوك حتى نهاية العصور المتأخرة. كمان عندنا مصادر بطلمية واللي أهمها تاريخ مانيتون، وده كاهن عاش في مصر في عهد بطليموس الثاني وكان على معرفة كبيرة بالتاريخ والديانة المصرية القديمة، وكلفه الملك بطليموس بكتابة التاريخ المصري القديم.